احنا ما بنتكلمش كتير، بس انا بقول للناس كلها محدش هيقدر ياخد نقطة مية من مصر، واللي عايز يجرب يجرب. And it's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it and I say it loud and clear. They'll blow up that dam. بعد الإعلان عن انتهاء الملء الرابع والأخير لسد النهضة، الجميع يتساءلون: ما القادم يا ترى؟ هل سيتحرك الجيش المصري لضرب السد؟ أم أنه سيتوقف خشية غرق الأراضي السودانية؟ أم ستتوقف إثيوبيا؟ أم تستأنف نشاطها في بناء السدود التي أعلنت عنها من قبل؟ تساؤلات كثيرة تضغط على دولتي المصب مصر والسودان اللتين تضررتا حقا بفعل السد. فما هي تبعات الملء الرابع للسد؟ وهل ستشهد مصر تحركا عسكريا للحفاظ على مياهها في نهر النيل، أم النيل سيؤول إلى الجفاف؟ الملء الرابع لسد النهضة وسيناريوهات الرد المصري. يثير سد النهضة الهائل الذي يقع على نهر النيل ويبلغ ارتفاعه 145 مترا توترا كبيرا مع دولتي المصب والممر مصر والسودان ودولة منبع إثيوبيا، خصوصا بعدما أعلنت الأخيرة هذا الأسبوع أنها أنجزت المرحلة الرابعة من ملء الخزان. هذا السد الذي تبلغ كلفته أكثر من 4 مليارات دولار يقع في غرب إثيوبيا على النيل الأزرق الذي يلتقي مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم قبل مواصلة جريانه باتجاه مصر ليصب في البحر المتوسط. هذا وتأمل إثيوبيا أن تبدأ توليد الكهرباء من السد بحلول نهاية العام أو بداية العام المقبل على أبعد تقدير. وتبلغ قدرة السد المتوقعة أكثر من 5000 ميجاوات حسب تقديرات خبراء. يشار إلى أن السد يمثل منذ فترة طويلة مصدر فخر وطني في إثيوبيا التي راهنت في 2011 تحت حكم رئيس الوزراء آنذاك الراحل ميليس زيناوي على السد الذي قدمه كعامل محفز للقضاء على الفقر، فيما ساهم موظفو الخدمة المدنية في ذلك العام براتب شهر لمصلحة بناء المشروع الطموح. وأصدرت الحكومة منذ ذلك الحين سندات للسد تستهدف الإثيوبيين في الداخل والخارج. وبعد سنوات وجلسات من التفاوض مع إثيوبيا والسودان ومصر مرات، ومع غضب من دول المصب من الجانب الإثيوبي مرات أخرى، لجأ بعض الخبراء العسكريين للتأكيد على أن الحل الأمثل هو توجيه ضربة جوية للسد. بعد إعلان أديس أبابا أنها نجحت في إتمام الملء الرابع والأخير لسد النهضة، اتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك إعلان المبادئ الموقع في عام 2015 بين مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدة أن اتخاذ إثيوبيا مثل تلك الإجراءات الأحادية يعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي. وقالت الوزارة في بيان إن هذه الخطوة تعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء. وأكد البيان على أن هذا النهج وما ينتج عنه من آثار سلبية يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد 4 أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس أبابا انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد. وعقب مفاوضات القاهرة لسد النهضة التي انطلقت الأحد قبل الماضي، أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن مصر ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الذي يراعي المصالح والثوابت المصرية بالحفاظ على أمنها المائي والحيلولة دون إلحاق الضرر به. وأضافت أن مصر تسعى لاتفاق يحقق المنفعة للدول الثلاثة، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
وفي سياق متصل، في إطار سعي مصر لكشف حقيقة تضررها من هذا الملء الرابع، كشف هاني سويلم وزير الري خلال جلسة ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للمياه أن مصر تسعى لمواجهة الأزمة بطرق جديدة تعتمد على الطبيعة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية ومشروعات إحلال وتأهيل المنشآت المائية ومشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ. وتقدر موارد مصر المائية بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، منها 55 مليار متر مكعب تأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري. في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية لحوالي 114 مليار متر مكعب سنويا، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعية والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، فضلا عن استيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه. هذا وقال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي إن سد النهضة كارثة حقيقية وخراب على مصر وبداية سيئة لسوء نية الأثيوبيين، لافتاً إلى أن إثيوبيا تتعامل بنفس منطق إسرائيل المتمثل في الضرب بالشرعية عرض الحائط. وأضاف أن مصر خسرت محاصيل زراعية وإنتاجا بكمية مياه أخذها سد النهضة على حساب حصة مصر، وعلى المجتمع الدولي أن يصفع إثيوبيا حتى تفيق مما تفعله. ويجب التساؤل: هل سيؤثر هذا الملء الرابع على حصة مصر والسودان؟ بداية يقول ضياء الدين القوصي خبير المياه مستشار وزير الري المصري الأسبق: حتى الآن لم تتأثر مصر بعمليات الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، لكن التأثير بلا شك سيكون في المستقبل إذا ما استمر التعنت الإثيوبي والإصرار على استكمال ملء بحيرة السد البالغة 74 مليار متر مكعب. وأشار القوصي إلى أن صبر المصريين بدأ في النفاد فعليا، وأخشى ألا تكون النهاية سعيدة، لأن مصر لن تنتظر حتى يتم إفراغ بحيرة السد العالي والموت عطشا، لذا أتوقع أن تجد مصر حلا لتلك الأزمة وبحيرة السد العالي ممتلئة، والتصرفات الإثيوبية الحالية لا تنبئ بمستقبل مضيء. من جانبه يقول أحمد المفتي خبير المياه ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان إن إثيوبيا أعلنت عن اكتمال الملء الرابع لسد النهضة ولم تخطر السودان كالعادة، وبعد تلك الخطوة أصبح إجمالي كمية المياه خلف السد نحو 36 مليار متر مكعب. وأشار المفتي إلى أن التأثيرات الظاهرة الآن تتمثل في أن إثيوبيا تمكنت من المياه بنسبة 100% سياسيا وفنيا، نظرا لأن سعة خزان الروسيرس السوداني 7.5 مليار متر مكعب. فإذا صرفت إثيوبيا من سد النهضة 10 مليارات متر مكعب فإنها تغرق السودان، لذا أصبح السد قنبلة مائية تتحكم في قرار السودان السياسي. ولكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن مصر من النظر في الحل العسكري لأزمة السد؟ والإجابة نعم، فالسلاح موجود والخطة موضوعة ومناطق ضعف السد والذي يمكن ضربها معروفة. ومن جهة أخرى فإن استخدام السلام محظور، وتكرار الحديث عن ضرب السد يمثل إحراجا للدولة المصرية، وهي لا تريد ذلك، وذلك لأنها لم تزل في مرحلة ضبط النفس وسياسة النفس الطويل والدبلوماسية الهادئة مع الأصدقاء والأشقاء بما فيهم الإثيوبيون. ويرى محللون أن القضية ليس في عملية توجيه ضربة عسكرية مباشرة لسد النهضة، ولكن ماذا عن تداعيات تلك الضربة؟ فهل مصر مستعدة أن ترتكب تبعيات الضربة العسكرية؟ يرى الخبراء أنه بات صعبا على مصر فعل ذلك، وذلك لأن الضرر المتعلق بالتعطيش الحقيقي لم يقع. ولكن المتربصون بمصر سيقولون الآن: تم اصطياد مصر، وهنا تقع على مصر عقوبات شديدة، لا سيما وأن إثيوبيا بمعايير إفريقيا تمثل دولة عظمى، ففيها يقع مقر الاتحاد الإفريقي، ومن ثم لا تستطيع مصر أن تقع في عداء مباشر مع إثيوبيا وحلفائها الأفارقة بدون دفع تكلفة كبيرة.
ولهذا على مصر قبل أن تقدم على أي عمل عسكري أن تفكر جيدا في أنه لا بد من إقامة الحجة الكاملة سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا وأخلاقيا قبل الإقدام على توجيه ضربة تكتيكية للسد، وذلك لإخراجه من الخدمة وليس لتدميره كاملا. وهذا لن يتم إلا بإثبات أن مصر في حالة دفاع شرعي عن النفس. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.